الحلقة دي مش دعاية لأي حاجة، والحلقة دي مختلفة عن كل الحلقات اللي بقدمها. في الوقت اللي كلنا متأثرين فيه بقضية مسلسل جعفر العمدة، في مجموعة شباب عملوا فكرة عظيمة جدا وتكاد تكون عبقرية، وهي إنهم بدأوا يجمعوا بيانات كل الأطفال المفقودة، وبيعملوا الأطفال دي تحاليل DNA، وفي نفس الوقت هيعملوا تحليل DNA لكل أسرة هتبلغ إن عندها طفل مفقود. وقدروا انهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي ويبرمجوا سيستم يشتغل على انه يطابق نتائج التحاليل بتاعه الاطفال المفقوده مع تحاليل الاسر اللي عندها اطفال مفقوده، وبكده يبقى في حلقه وصل كبيره ما بين المفقودين وما بين اهاليهم. الحقيقه انا مبسوط جدا ان لسه الفن بيأثر فينا بشكل مذهل، وسواء اتفقنا واختلفنا على نجاح مسلسل جعفر العمده، بس كونه انه قدر يأثر في مجموعه شباب ويخليهم يأمنوا بالقضيه اللي اتذكرت في المسلسل، أظن إن دي لوحدها حاجة تحسب لهم حتى لو كانت عن غير قصد، لكنها قدرت تفتح عيون الشباب على واحدة من القضايا المهمة جدا اللي اتذكرت في المسلسل، وهي قضية فقدان الأطفال، واتاخدت على محمل الجد مش على إنه مسلسل وترند وهيروح لحاله. وقدروا إنهم يحولوا الفكرة البسيطة دي لفكرة مجتمعية هايلة، وطبعا كلنا نقدر نتكاتف ونشتغل عليها. يعني تخيلوا معايا كده كم طفل ممكن يرجع لأهله بسبب بس مشاركة بسيطة منك في الفكرة دي. تخيل كده شعورك هيكون ازاي لو كنت سبب بسيط في ان حد من الاطفال دي يرجع يبات في حضن باباه ومامته واخواته، ويرجع من تاني لم العيلة، وتبرد قلب ام واب بيموتوا في كل يوم بدل المرة 100 مرة. شفت المسلسل اللي كلنا بنستنيينه فجر حاجة عاملة ازاي؟ لو عايز تشارك في الثواب ده شير الفيديو على قد ما تقدر، وهتلاقوا لينكات المبادرة اللي ممكن تحتاجوها في أي حاجة من التسجيل هتلاقوها في الوصف تحت الفيديو، وإزاي تتواصلوا كمان مع أصحاب المبادرة دي. مع العلم إن أصحاب المبادرة دي رفضوا تماما جمع أي تبرعات، لكن قالوا إن أي شخص داعم للفكرة دي ممكن يدفع 8 تحاليل DNA للمعمل، وهياخد كمان الريسيت وهو ماشي، وهيكون عارف مين الطفل اللي اتبرع له. ده مش بس كده، ده كمان هيحضر لحظة تسليم الطفل لباباه ومامته عشان يشوف بنفسه الفرحة اللي كان سبب فيها. أظن إن مفيش ثواب أكتر من كده ممكن تاخده. أتمنى مننا كلنا المشاركة، وكل متبرع هيتبرع بتمن التحاليل هياخد درع تكريم من المبادرة دي لمساهمته ومشاركته العظيمة دي، وهتفضل صورته موجودة على موقع المبادرة على طول. وبالمناسبة أنا مجرد مشارك في المبادرة زي أي حد، وبتمنى لكل بيوت مصر ترجع لمتها من تاني، ومبرد قلب كل أب وأم على طفلهم. شكرا ليكم. والفيديو ده مختلف تماما عن المحتوى بتاعي، بس أنا قررت أشارك وأنزله، ياريت أنت كمان تقرر تشارك.